يمثل السيد محمد عبد الله حسن لحظة فاصلة في التاريخ الصومالي. يعني عندما وقعت هذه اللحظة تغير كل شيء. هو من طرح أن الشعب الصومالي له الحق في أن تكون له دولة ذات سيادة ويحكم البيت من أهل البيت. Mohammed Abdullah Hassan, he was, as the British records have said, he was the most implacable enemy of the British Empire for 20 years. waxaad magaga timiday galbeed iyo dhulka gaaladu degto fikirro fara badan iyo waxay yidhaahdaan magacyo fara badan oo qalaado anu gaaran maayo maxamed maar mulla miyuu ahaa fikir noocaasa baa seed u aragtaa bal ka warran arrintaa hadda maar mulla markaan macnayno waa wadaadka waalnaa sax marka ma ninka dhulkiisa difaacanaya waalnaa mise kuwa u yimid ee raba inay dhulkiisa qaataan oo gumaysiga ku maamulaan keebaa waala markii adugu danku weydiin لما توفي السيد محمد بن عبد الله حسن حاول المستعمر محو آثاره وآثار جيشه المسمى بالدراويش، ونشروا حولهم مقابل ذلك أكاذيب كثيرة. وبعد مرور 34 سنة على وفاة السيد انتابني شعور ممزوج بالوطنية والدافع الديني لكتابة تاريخ السيد والدراويش بعيدا عن رواية المستعمر البريطاني، من خلال مقابلة من تبقى من الدراويش وتوثيق ما نقل عن السيد من قصائد تحكي قصته وقصة جيشه. waxa ay uu ninkaasi u taray Soomaalina wax ma garanaysaa in la qiimeyn karo ma wax weyn aan isleenahay anagu wad ka tarteen aan isleenahay in la ururiyo horta gabayadiisii iyo wixii uu ku cabiray ama uu ololaha ugu sameeyay ama uu dadweynaha ku yaani dhiiri gelinay ama uu وحسوس يدير جلين يدجال جلين أنت بقى إننا وحكا قيب قلنا أنه أو جامعة أو عيسى وهرموت كاها ننحوله سي أردن جليه إنه دعميه أورورنتا إيوه كيد كا قبيدي محمد عبد الحسن. أو جامع عمر عيسى يعتبر الجزء الناقل للتاريخ الصومالي، خاصة تاريخ الدراويش، لأنه التقى بشهداء العيان، التقى بالرجال اللي كانوا دراويش، التقى بالأسر اللي كانت يعني حوصرت في تليح، التقى الشعراء، التقى الدراويش أنفسهم، التقى بالخواص، فكان ديوانه ديوان جامع لنا لفكرة الدرويش في ديوان، ونشف عام 1971. ولد السيد محمد بن عبد الله حسن قرب مدينة بوهودل شمال الصومال عام 1856، ومع أن بعض الباحثين كتبوا أن ولادته كانت عام 1864،
إلا أن أشخاصا من الدراويش الذين قابلتهم ينفون ذلك، وكانت والدته من قبيلة الدولبهنتي المرموقة. qur-aanka marka koowaad buu bilaabay caruurnimadiisii qur-aankii markuu dhammaystayna geedihii jaamacaddan loo ahaa geedaha ahaa ee la tegi jiray oo kutubta laga aqrin jiray naxwaha iyo sarfiga iyo maaragtay kitaabkii fiqiga ahaa iyo tafsiirka qur-aanka iyo axaadiista. في مرحلة مبكرة من شبابه احتل البريطانيون شمال الصومال وجعلوها مستعمرة لهم، وتبع الحملات العسكرية على البلاد حملات تبشيرية كثيرة أطلقتها إحدى المنظمات المسيحية المهمة. وقد بدا للسيد محمد بن عبد الله أن البلد قد تم الاستيلاء عليه، وأن الدين الإسلامي قد أصبح مهددا. Before the mullah, what we have is this imperial context where the Somalis who live in their land, they have been divided between the French, the British, the Italians, but also the Ethiopians as well in the Ogaden. And so that is the situation in which the mullah finds himself in. The Somalis get squeezed in between. I mean, like until the mid-19th century, I think there was Somalis were living in the Horn of Africa without any centralized rule. They were a society without any centralized political authority. You had local, you had sheikhs, and you had traditional leaders, but there was no king for Somalis. في هذه اللحظة كان لابد من بروز رجل يشبه السيد محمد عبد الله حسن، يعني هي اللحظة تشبه صلاح الدين أو عمر المختار إن صح التعبير. في عام 1892 قرر السيد محمد بن عبد الله حسن الخروج للحج، وسافر معه 13 رجلا من أقاربه ورفاقه. وهناك سمع لأول مرة عن الحرب في السودان التي يتزعمها محمد المهدي ضد الاحتلال البريطاني، وكثيرا ما سمع عن الجهاد وفضل مقارعة الاحتلال، كما أنه التحق هناك بمجالس الطريقة الصالحية الصوفية، وأخذ ينهل من علومها حتى غدا واحدا من مريديها. وظل ملازما لحلقات العلم في مكة عامين كاملين لينصحه مشايخه بالعودة إلى بلده ودعوة الناس وتثبيتهم على دينهم. فعاد مع من تبقى من رفاقه مرورا بعدن التي مكث فيها عدة أشهر. عدن baa laga raacayba halkan maadmula ingiriisku ugu bixiyeen. markaas Soomaali baa buraaqada ka shaqayn jiray meel batroolka oo cadana oo buraaqada. markaas Soomaali baa isla yaabto waa ninkan wadaadka la xiray taa iska soo sii deyno gaalka la hadal turjumaan ahayo yani baa yiri أنا سوسيديريا وكان شغل كان هي ماد مولا. وصل السيد أخيرا إلى موطنه الصومال قرابة عام 1895، وبدأ فيها مباشرة بدعوة الناس وتعليمهم، لتبدأ مواجهته مع الاحتلال من جهة، ومع بعض الشيوخ والطرق الصوفية الأخرى التي كانت منتشرة في البلاد مثل القادرية والأحمدية من جهة أخرى، لأنهم من وجهة نظر السيد لم يقدموا نموذجا جهاديا مقاوما لوجود الاحتلال. قام السيد بإطلاق تسمية الدراويش على مريديه، وأعطى كل واحد منهم لفيفة وإزارا بيضاوين ليتخذوهما لباسا رسميا لهم، وبذل كافة جهوده لنزع النعرات والخلافات القبلية بين الناس،
معززا الولاء والانتماء للدين عوضا عن القبيلة، ليكون هذا المركز بمثابة المكان الذي أسس فيه السيد ما يعرف بجيش الدراويش، الذي بلغ قوامه بحلول عام 1899 قرابة 5000 مقاتل. He went back to the area where he was born, to his mother's land, so to Dulbahante area around Buhotle, and that's where he established his own followers. I think between 1897 and 1899, for 2 years, he managed to establish a large following in the area. Then I think he wrote a letter to the British in Berbera saying, either you withdraw or we are going to have a fight, and I think this is then, you know, this is where the anti-colonial uprising started. في أبريل 1901 انطلقت الحملة الأولى. أصدرت الحكومة البريطانية أوامرها إلى الكابتن سوين القائد العسكري لقاعدة بربرة البريطانية لتجهيز قوة عسكرية تضرب جيش الدراويش وتقتل أو تأسر زعيمهم الملا. أنا ديدينا بديس أبعد نوغنيني أنا ديدي دغديس عين رضا مقالي. وبالفعل انطلقت الحملة في مطلع شهر يونيو حزيران لضرب جيش الدراويش في معقله قرب لسعنود. وبمجرد علم الدراويش أن القوات البريطانية تمركزت في منطقة آف بيكلي هاجموهم داخل معسكرهم. وعندما أصبحت شمس يوم 3 يونيو في كبد السماء كان القتال ملتهبا. لم يهتم الدراويش بالموت الذي كان يعصف بهم، بل كانوا يندفعون بجسارة كبيرة للنصر أو الشهادة، حتى اضطر الإنجليز أخيرا إلى سحب قواتهم ومغادرة المكان مهزومين، زاعمين لاحقا أنهم قتلوا 200 من الدراويش، وهو زعم كاذب، فلم يفقد الدراويش أكثر من 70 رجلا في أعلى تقدير، ونجحوا في قتل 70 من القوات البريطانية. The mullah is Muhammad Abdullah Hassan. He is noted as a significant religious figure by the colonial authorities, by the British, by the Italians, as soon as he comes back from Mecca in the 1890s. And when he decides to launch his jihad, and he launches it against not just the British, but against the Ethiopians who are Christian, and against the Italians who are also Christian, and against the British, this is noticed by all these authorities. When it becomes significant is really in 1901, where he manages to defeat a British military expedition. الحملة الأولى سأسميها حملة الصدمة للبريطانيين. صدموا في الحملة الأولى من قوة الدراويش، قدراتهم العسكرية، قدرتهم على استخدام الجغرافيا لصالحهم في المعارك، شبكات الأمداد التي كانت لديهم في الحصول على السلاح، في التجارة، في التواصل مع الدول، نظام الاستخبارات الذي كان يمتلكه الدراويش. فوجئ البريطانيين بهذه القدرات العسكرية. هم عرفوا في هذه اللحظة أنهم لم يعطوا الدراويش حقهم الحقيقي، وعلموا أن هذا الخصم خصم عنيد. لم يحتمل الحاكم العسكري البريطاني في بربرة هزيمته أمام الملا، فقام بتسيير حملة ثنائية في غضون شهر واحد لمواجهة الدراويش من جديد، بعد أن عرفوا بوجود الملا في منطقة فرددن. وبالفعل في 16 يوليو تموز 1901 هاجمت القوات البريطانية مركز الدراويش في فرددن، إلا أن الدراويش كانوا قد علموا بالهجوم بشكل مسبق وغادروا المكان قبل ذلك،
ليداهموا الإنجليز بكمين محكم. وكانت الحرب مزيجا من الاشتباكات النارية والاشتباكات بالأيادي، مما اضطر الإنجليز لمغادرة المكان دون تحقيق أي نتائج، بل على العكس من ذلك، فقد تمكن الدراويش من اغتنام مجموعة بنادق إنجليزية. وحاولت الإدارة البريطانية نشر دعاية تحكي فيها عن هزيمة الدراويش، إلا أن الدراويش خرجوا من تلك الواقعة منتصرين. على طول بدأوا في الحملة الثانية، لكن برضو واجهوا فشل في تحقيق الأهداف للاستعجال في البحث عن حل جديد أو حل لهذه الحملة. الحملة الأولى كانت حملة الصدمة، الحملة الثانية كانت محاولة لاستعادة الكرامة واستعادة ماء الوجه، ولكن الحملة هذه واجهت نفس الإشكالية. هنا البريطانيين تعلموا الدرس. كانت أخباره تنقل دوليا، يعني صحيفة نيويورك تايمز في أرشيفها حوالي معظم 50 قطعة أو خبر عن السيد، من ضمنها القصاصات هذه. طبعا الإنجليز كانوا يطلقوا عليه الماد مولة، استطيع نقول يعني الملا العاقل، يهدد بربرة. هذه في شهر 5 مايو 1901. في القصاصة هذه الماد مولة أجين لاست ستاند، يعني المعركة الأخيرة معاه، هذه في عام 1901. يعني كان الإنجليز متوقعين أنه سيهزمون السيد في شكل سريع جدا. إذا نظرنا إلى هذه الماد مولة تم هزيمته 18 يونيو 1901. طبعا الخبر طريقة كتابتهم خاصة فيهم، لكن الفكرة من هذه أنه السيد كان رجل يتم متابعة أخباره بشكل عالمي للجمهور العالمي، وهذا يجعل منه يعني له صفة عالمية وليس أيضا صفة فقط محلية. I feel very excited because it's my first time and I always wanted to come here to visit the Taleh base. I always ask myself, I want to know more about him. I want to read more about him. I want to see maybe people that was there at that time. I feel it's mixed feeling. Yeah, I feel like that I'm meeting my grandfather already. I have that feeling that I'm going back to my roots. I don't know how to explain, but I have a lot of mixed feelings. Exciting, happiness. عرف البريطانيون أنهم أصبحوا أمام قوة لا يستهان بها، وأن الملا ليس مجرد متمرد يمكن اجتثاثه بسهولة. وفي الحملتين التاليتين على مدار عام 1902 حتى شهر أبريل من عام 1903 قرروا أن مواجهة تمدد الدراويش وشيخهم السيد محمد بن عبد الله حسن ليست واجبهم وحدهم، لكن الدراويش الذين كانوا يمتلكون المعلومات بشكل مسبق كانوا قد بدأوا بالتجهيز لهذه المواجهات. The colonial enemy were not only the British, but the colonial enemy were also, of course, the Italians, but also Ethiopia. I mean, this should also not be forgotten from a perspective of the Darwish. Ethiopia was as much a colonial power as was Great Britain. So I think this is one of the legacies. I mean, this kind of, if you like, cross-clan alliance, or if you even want to say like a pan-Somali struggle. هنا كان الاستعداد أفضل في تفاهم مع الإيطاليين، في محاولة تفاهم مع القبائل، في تسليح أفضل. سنرى لأول مرة الماكسيم جانز والأسلحة الرشاشة اللي ما كانت موجودة قبل، فسنرى استعداد أفضل من البريطانيين. لكن الدراويش كانوا أذكياء، كانوا يتواصلون مع الأتراك في الحصول على الأسلحة، كانوا يتواصلون مع جيرانهم في من القبائل التي تشتري الأسلحة من الفرنسيين، فكانوا يتواصلون معهم لشراء أسلحة بطرق أخرى. كانت الغنائم الحرب نفسها كانت تعطيهم أسلحة، فكانوا الدراويش ما كانوا ناس يعني درويش مع الدرويش المسكين الغلبان، كانوا عسكريا حاضرين، كانوا يقرؤون العدو، وكانوا يحاولون استخدام أفضل ما في إيدهم في كسب هذه المعارك.
كانت الخطة التي تكررت في الحملتين هي أن تشن الجيوش الثلاثة هجوما كاسحا ينهي وجود الدراويش كقوة تهدد مصالحهم، ولكن الدراويش بالاعتماد على ما كان يصلهم من معلومات قرروا أن يهاجموا الجيوش قبل أن تبلغ أهدافها وقبل أن تتقارب من بعضها، حيث قاموا بعزل القوات الإثيوبية فور خروجها، فهاجموها وغنموها واضطروها للانسحاب، وكذلك فعلوا مع القوات المبعوثة من الإيطاليين. في 16 من أبريل نيسان 1904 أدركت القوات البريطانية أنها أصبحت وحيدة، وعلى الرغم من الأسلحة الثقيلة التي امتلكوها إلا أن قوات الدراويش اقتحمت معسكرهم وقاتلوهم بالبنادق الخفيفة والأسلحة البيضاء، وما هي إلا ساعات حتى خرست المدافع، وكشف انجلاء الغبار عن مقتلة كبيرة وقعت في صفوف الجيش البريطاني، فقتل منهم أكثر من 200 جندي و8 ضباط، ولم ينجو منهم سوى 41 رجلا. لكن في مقابل ذلك خسر الدراويش خلال هاتين الحملتين أعدادا كثيرة من المقاتلين، وتوترت علاقاتهم مع بعض القبائل التي كانت تذهب بولائها للقوات الاستعمارية الثلاث. There are at least 4 or even 5 military expeditions sent against him. They're all defeated. These British forces, they're all defeated. And so he's become this really big figure of resistance in Somalia, among Somalis, but also in, the wider African context. So he has this very significant record of victory against the British, which is very unprecedented in this part of Africa at the time. marka dhankii loo ragabay Cabdilla Xasan xaggii wadaninimada, xaggii gaaldifaaca, xaggii dalxoreynta, xaggii diinta, maxaa yeelay Soomaalidu qabiil baahid maha. nin alla ninkii soo gala xarunta dadkii u yeedhayay xarunta soo gala madaxuu u xiirayay, cumaamad buu u samaynayay, wixii maanta ka dambeeyay darwiish baatee qabiil iyo qoortolmay oo sidaasuu maaragtaa. ال13 من يونيو حزيران 1903 من محمد بن عبد الله حسن إلى الإنجليز: فلتسمعوا خطابي ولتعوه جيدا. لقد حاربتكم طوال عامين دفاعا عن ديني وبلادي، فإن كنتم أهل سلم وتسعون للصلح اتركوا لنا بلادنا، فإنكم إن غلبتمونا لن تستفيدوا منا شيئا، ولن ترثوا منا أرضا خصبة أو بساتين ولا دراهم أو دنانير. أرضنا بادية ما فيها غير المراعي والأعشاب والمواشي والشمس التي ستحرقون بلهيبها، وإنكم إن قتلتمونا فنحن شهداء في الجنة خالدون، وإن إن قتلناكم فأنتم في النار تحرقون، فإذا اخترتم الحرب فهي لكم ولا تلوموا إلا أنفسكم. So I think what we see is that after 1904-1905, Muhammad Abdul Hassan has this really, this really amazing record of rebelling against the British and defeating them in fight after fight after fight. And then where it becomes significant, I think, that the British sign a treaty with Hassan, with Hassan and the British and the Italians, and they say, right, well, we can't defeat you, but can you go to the Italian part of Somalia, and then we will leave you alone. The Italians say, well, you can do this, we will leave you alone. And he agrees to do that. So he does that.
طوال عام 1904 بذل الإيطاليون جهودا كبيرة لعقد اتفاق هدنة مع السيد محمد بن عبد الله حسن يشمل الجانب البريطاني والإثيوبي. وبعد خسارة موجعة تعتبر الأولى تكبدها السيد في معاركه الكثيرة ضد البريطانيين عام 1904، وافق السيد على الحوار من خلال مبعوثيه مع الجانب الإيطالي على أن يكونوا هم الضامنين لالتزام البريطانيين والإثيوبيين بالمعاهدة. وبالفعل وقعت كافة الأطراف اتفاق هدنة طويلة الأجل، وتم منح السيد وجيشه مناطق ممتدة على الساحل الصومالي الذي كان يخضع للاحتلال الإيطالي. واتخذ الدراويش مدينة أيل على ساحل المحيط الهندي عاصمة لهم، وبنوا فيها حصنا منيعا عام 1905. واستغل السيد مرحلة الهدنة لإعادة جمع الصفوف ومحاربة القبائل التي تعاونت مع البريطانيين، وبناء القلاع والحصون العسكرية في كافة أنحاء الصومال. وفي مقابل ذلك استمر البريطانيون بدعم وتسليح خصوم السيد. You have very few remains of Somali, historical remains in Somalia. And you have a couple of interesting buildings, very important buildings, which go back to the Darwish. In Ail, also in Mirisho, also in Gambare, near Las Anod. So you have in the whole, if you travel northern Somalia, you have only a few places where you have historical buildings, and many of them go back to the time of the Darwish. السيد ترك 52 قلعة عسكرية. عدد المعارك العسكرية التي خاضها سواء بوجودها أو بوجود الدراويش 270 معركة أو مناوشة عسكرية. 41 مدينة صومالية أسسها الدراويش وما زالت مأهولة بالسكان. عدد القصائد اللي تركها لنا فوق 120 قصيدة تم جمعها في ديوان أو جامع عمر عيسى رحمه الله. هذه القصائد من كنوز التاريخ. We are nearby the castle of Taleh. You will see a lot of soldiers because we are very close to the conflict area of Las Anod and between Las Anod and Taleh. We're just gonna go into the castle and see more of this story. حفلت فترة الهدنة بتجاوزات عديدة مارستها كافة الأطراف الاستعمارية، كما حفلت بمواجهات دامية ما بين السيد وبعض القبائل الصومالية المدعومة من الجهات الاستعمارية. وبناء على ذلك قرر السيد في عام 1909 نقل عاصمته وثقله العسكري من أيل إلى عمق المنطقة الصومالية في صول شمال الصومال، وهناك أنشأ عاصمته الجديدة تله، وهي عبارة عن 4 حصون منيعة، أولها وأكبرها هو السلسلة. وهو المقر الرئيسي لقوات الدراويش المقاتلة، يتسع ل2000 جندي و5000 من الماشية. أما المبنى الثاني فيسمى الفلات، وكان مقر إقامة السيد. والمبنى الثالث دار إلالو، وهو برج المراقبة. والمبنى الرابع أصغرهم هو مبنى داود، وكان مقر الضيافة الذي ينزل فيه الضيوف الأجانب كالأتراك. هذه المباني جعلت الدراويش محصنين ضد أي شيء يأتيهم من كافة جهات الأرض.
markaad eegtid qaabka ay u dhisan tahay iyo istiraatiijiyadda loogu talagalay waxyaalo cajaa'ib aad ku arkaysaan waa qalcad loo dhisay nooc istiraatiijiyad aan dee xilligii la dhisay markaad eegtid aad ula yaabaysid oo loogu talagalay dagaal waxay leedahay gudaha ku leedahay ceelal biyood oo ka qodan oo dhowr ceelah oo dee markaa daraawiish ka cabbi jirtay waxay leedahay meelo laga dagaalamo gidaarkeedu wuxuu isu jiraa ilaa 2 mitir iyo badh balliciis waa dhismayaal aad u cajaa'ib ah oo taariikhda Soomaaliyeed hore loo aqoon ku cusub oo ah dhaxal uu sayidku ka tegey qudbiyadu iyagu waxa weeye waa xabaalo qudbi waxaa ku aasan cabdulla xasan oo sayidka aabbihiiya qudbina waxaa ku aasan carraseed magan oo hooyadiisa qudbina waxaa ku aasan sida la hubo xaaskiisii saddexdaa qudbi ee kalena kolley waa daraawiishta uun raggii ugu hormudsanaa baa laga yaabaa In the context of what is happening in the broader British Empire, we see the British, and at the time, this is 1909, Winston Churchill is one of the key officials involved in these decisions. He says, right, the British, we're going to withdraw. We're going to concede that Hassan is in control of the interior of Somaliland, and we will just let this happen. بعد التحصينات الكبيرة التي بناها الدراويش في تلح، استمرت حالة الهدوء النسبية ما بين الدراويش والبريطانيين. لكن في عام 1913 قرر أحد الضباط الإنجليز ريتشارد كورفيلد أن يتجاوز التعليمات الصارمة التي أصدرتها الحكومة البريطانية بعدم الاشتباك مع قوات السيد حفاظا على الهدنة، وقام بمهاجمة إحدى التكوينات العسكرية التابعة للدراويش، ولم يعلم أن كمينا محكما كان بانتظاره. وفي صباح 9 أغسطس اشتبكت قواته مع الدراويش، وما هي إلا ساعات قليلة حتى انتكست حاميته وتم إخضاعه ثم قتله. وهي لحظة تاريخية مجدها السيد محمد بقصيدة خالدة تصف مقتل كورفيلد. كوفيلو جيت يان دنيدا جوغينه adiga jidkii lagugu waday jimiclaanede jahanamo lageeyo wadaakhiro jahanne dagaalka beerdhiga la dhaho oo sidaas ah oo fardhidin iyo beerdhiga dagaal isku xigay ay ahaayeen iyo maaragtay jidbaale intaasuba dagaal isku xiga oo ka dhacay deegaamadaas ciid ee Sool ilaa dagaalkii guushii ugu weyneed la dhihi karayo wuxuu ahaa dagaalkii Ruuga ee Koofil lagu dilay dagaalkaas oo maaragtay in dul madoobe meesha la dhaho ka dhacay. What we see in the First World War, so the British, they largely retreat from Somalia, they retain their control along the coast, but because of the First World War, most of the British, they go to Europe to fight. 30 من أبريل لعام 1920. سيدي، يشرفني أن أقدم هذا التقرير بخصوص العمليات التي تقوم بها قواتنا ضد قوات الدراويش الموالية لمحمد بن عبد الله حسن إثر قرار حكومة جلالة الملك
في فبراير 1915 بشن عمليات هجومية للتخلص النهائي من قوة الدراويش. Once the First World War ends, the British are thinking, how do we get rid of the Mad Mullah? Then we get Winston Churchill coming back again, and he's the Secretary of State of Colonies at this time, and Churchill suggests, why don't you use the RAF, the Royal Air Force? The first morning, January 19, when they flew from El Wat around Elefwein and started bombing, throwing shells on those innocent families who were living there. My family consisted of 11 individuals, 9 children and their parents. My great-grandfather, Dahar Bilal, and my great-grandmother, Ugaso, both of them died as a result of the British Royal Air Force's bombardment in Tleh. The survivors from the British aerial bombardment of the Dulbahante clan, who were the vanguard of the Dervish movement, have no first cousins. Thanks to the British government who did this to my people. I feel home. I feel very much attached. I feel like I belong here. My roots are from here. I'm happy and at the same time a little bit of emotional of sadness because of what happened here. It was destroyed by airstrikes, bombed. They killed so many innocent people just by protecting their land, you know. They didn't invade another country. They were here, their homeland, and they just killed them because they just want to take over the land. He was not a mad mullah. They were a mad people because he was in his country. You know, they one who came and invaded them, and they were the one who was acting madness. حركة الدراويش في ذاك الوقت كانت تواجه تحدي حقيقي، ولكن كانت تستطيع الصمود لولا وجود سلاح جديد ألا هو سلاح الجو. كان هذا الشيء فعلا يصعب على العقل الصومالي في هذه اللحظة التعامل معه. لقد حان الوقت للتقدم النهائي. يعاني السيد من حالة تذبذب واضحة بين صفوفه، كما أننا عقدنا تفاهمات مهمة مع بعض القبائل الحليفة والقريبة من منطقة الدراويش الحالية. وهناك بعض العمليات الصغيرة التي سيتم تنفيذها لإخضاع الملا وإسقاط الدراويش بشكل نهائي. أتشرف أن أكون بخدمتكم. توقيع الحاكم G.F. Archer 30 من أبريل 1920. The big drama at the end of this, and this is in February 1920, is that
despite the British propaganda saying the Mullah has been defeated by the combined forces of the Royal Air Force, the Mullah escapes. And so then there is this huge anxiety amongst the British about what will happen next, because the Mullah has been this incredibly successful resistance leader for 20 years, but he's got away. هذا المكان تسمى يعني الاسم الأصلي كان اندعت باللغة الصومالية وتعني باللغة العربية العيون البيضاء، ولكن الآن تسمى دار بلاء باللغة الصومالية ومعناها دار البلاء. وأخذت هذا الاسم لأنه حدثت بعض المعارك العنيفة في هذه المنطقة في هذا المكان بين الدراويش وبعض المناصرين والمؤيدين للقوات البريطانية. هذه المنطقة وهذا المكان تم بناؤها بعد سحق السيد أو انتصار البريطانيين عليه وفي تلح. بعض المصادر التاريخية تذكر أن البريطانيين عرضوا عليه أن يسلم أسلحته ويستسلم ولكنه رفض. وبعض المصادر التاريخية تشير أن بعض العلماء الصوماليين جاءوا إلى هذا المكان إلى السيد وطلبوا منه أن يستسلم لكنه رفض وذهب إلى انتقل من هنا يعني إلى إيمي. wuxuu sameeyey Soomaalida oo ku mahmahda gudunta geed baa wuxuu yiri gudun yahay adigu imaado goysayna gobolkeeda kugu jira midaas waxay cadaan ku ahayd waqtiga isaga hadda su'aashan u tahay daraawiishta sidii dagaalka loogu qaaday cirka iyo dhulkaba looga qaaday Ingiriisku wuxuu sameeyay ciidan Soomaali ah oo rayid la dhaho rayid baa la yiraahdaa dhowr iyo 10 kun oo ciidan ah la sameeyay oo Soomaali ah waa la hubeeyay markii horena Ingiriisku ka cabsanayay oo wuxuu lahaa hadaad Soomaali hubayso arbay daraawiish oo la tagaan hubka marka uu quwad kula dirirta ay meesha ka sameysanta oo xoog badan. وفي نهار اليوم 23 من نوفمبر عام 1920 توفي السيد في منطقة إيمي بعد إصابته بالمرض ل6 أيام. وفي ذلك التاريخ أيضا كتبت نهاية حركة الدراويش الذين تفرقوا في أرض الصومال الواسعة. And then the end of the story is actually very tragic. The Mullah, he escapes, he goes across the border to Ethiopia, but then he dies of influenza. So he's resisted the British and the Ethiopians and the Italians for 20 years, but it is a disease which finally finishes him off. So he kind of wins in the end, but then life catches up with him. I have interviewed and so in Las Anod I met the person, one of the people who were carrying the body. They did a grave and without anybody they buried it and then dig another one and another one and they continue digging so many graves so nobody could spot out and find that grave. Sayid Maxamed Cabdilla Xasan dadka dhiigooga u daadiyay inay gaalka iska diidaan ee ugu horeeyay East Africa oo dagaalkaana uu kali ku ahaa
isagu uu keli ku ahaa nin kastaba wuxuu doonay ha yidhaah laakiin xaqiiqadu waa taas oo lagama masixi karo. لو عملنا زوم اوت شويه ونظرنا الى التاريخ بزمن التاريخ نفسه لم ينتصروا، لانهم نجحوا في القضاء على الحركه لكن لم ينجحوا على القضاء على الفكره. في مقديشو في الجنوب تم اخذ هذه الجدوى والبناء عليها للحصول على هذه الدوله التي رايناها في 1/7/1960 الذي راها ابناء الدراويش واحفاد الدراويش في ذاك الوقت. اذكر هنا عندما اسال كبار السن في هذه اللحظه بماذا كنت تشعر؟ قال لي أحد الناس القريبين مني قال لي هذه الكلمة: أعجبني امتعاض البريطاني وذهابه بعيدا. على الرغم من التفوق العسكري البريطاني الكبير في البر والبحر، إلا أنهم لم يستطيعوا هزيمة الدراويش، وكان الدراويش يستطيعون أن يمدوا من أجل هذه الحرب سنين طويلة، لكن ما قسم ظهرهم هو الطائرات والصوماليون الذين خانوهم. برهمكو إذي قضى أياتبو قويساني مركا هوري دبكو إذين كدقي دمار سبيسي marka xigaan haddaaba qaadayuu idin dareensiine marka xigaa dalkuu idinku odhan dunyo dhaafsadaye marka xigaa dushuu idinka rari sidaas habeeraaye. من المؤكد أن اسم الدراويش واسم السيد محمد بن عبد الله حسن سيظلان محفورين أبدا في ذاكرة الصومال، فالأمة الصومالية تعرف من الذي فعل الخير لوطنه وشعبه ومن الذي تسبب لهم بالموت.